لقد عودتنا قطر حكومة وشعبا تقديم الدعم للدول العربية بما لديها من إمكانيات ودائما ما لمسنا انحيازا قطريا لقضايا الشعوب بكل موضوعية ومصداقية. في هذه اللحظات يرافق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، يرافقه إلى صدر الصالة الأميرية بمطار الدوحة الدولي، حيث تقام واجبات الضيافة العربية لفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأنتم كما تشاهدون الآن الأحاديث بين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. لطالما تبنت قطر مبادرات نوعية تهدف لرأب الصدع بين الدول العربية، جهود لطالما قدمتها القيادة القطرية انطلاقا من واجبها تجاه أشقائها العرب دولا وشعوبا، دون انتظار لزعامة، وإنما هي من منطلق مبادئ راسخة وقيم ثابتة وإيمان عميق بواجب قطر تجاه أمتها وشعوبها ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ولن تحيد قطر قيادة وشعبا عن هذه المبادئ التي تؤمن بها وتعتز بأنها تنتسب لأمة عظيمة. أيها السادة مشاهدي تلفزيون قطر ومستمعي إذاعة قطر، لازلنا في هذا البث الحي والمباشر والذي ننقله لكم من الصالة الأميرية بمطار الدوحة الدولي، حيث مراسم استقبال فخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث في مقدمة مستقبليه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. العمل العربي بحاجة إلى أسس حقيقية وآليات عمل واضحة من أجل السير به قدما نحو ترجمة الآمال التي تعقدها الشعوب على القمم العربية، والتي بحاجة إلى عمل مؤسسي بعيدا عن العشوائية. آن الأوان للدول العربية أن تتحرك مجتمعة نحو آفاق المستقبل، نحو عمل جاد ومخلص،